فيا أيها الإخوة الكرام، في هذه الآونة صار التشويش على الإخوة الصائمين الذين يريدون أداء زكاة الفطر، ويسمعون من خلال المقاطع الصوتية التي انتشرت انتشاراً شديداً على أنه لا يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر، وأنه يجب حصراً أن تكون مما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب. ونحن نعلم ونعيش من مئات السنين في هذا البلد المبارك تؤدى صدقة الفطر قيمتها ولا إشكال ولا حرج في ذلك، وما كان أداؤها قيمة إلا بناء على رأي السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الغاية من صدقة الفطر بينها النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: أغنوهم عن السؤال. هؤلاء الفقراء أغنوهم في يوم العيد عن السؤال. وأنا أتساءل معكم جميعا أيها الإخوة ومع هؤلاء الإخوة الأكارم الأفاضل وجزاهم الله تعالى خيرا الذين شوشوا على الأمة عندما قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال. السؤال لنا جميعا ولهؤلاء السادة العلماء. ما كان طعام الناس في تلك الآونة؟ ما هو طعام الناس؟ طعام الناس في ذاك الوقت البر، الشعير، التمر، هذا هو الغالب الأعم. وعندما سئلت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وطعامنا اليوم نحن في بلادنا هو الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، هذا هو طعام أهل بلدنا. وأنا وأنت نريد أن نؤدي زكاة الفطر قمحا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. إن سألتك لم تفعل؟ تقول: أنا أريد أن أغني هؤلاء الفقراء عن المسألة. بارك الله فيك وجزاك الله تعالى خيرا ومع التحية والسلام. ولكن بالله عليك، أطعامك أنت يوم العيد هو التمر والزبيب، أم هو خبز الشعير، أم خبز البر؟ هل هذا هو طعامك؟ تنتقل إلى بيتك بما تشتهيه من الأطعمة، وهذا طعام بلدنا في الأكثر، في العام الأغلب. ثم تقول: أعطوهم فقط حصرا التمر، الطحين، البر وما شاكل ذلك. وكلنا أصبحنا على يقين أيها الإخوة أن الفقير يأخذ هذه المادة، ثم بعد ذلك إلى أين يتوجه؟ إلى المحلات، إلى السوبر ماركت تشتري مني. وسامحوني أن أقول: تجارنا اليوم
يستغلون. وأنا أقول والله لو أن تجارنا لا يستغلون الفقراء ويأخذون منهم هذه المادة بالثمن الذي يبيعونه، أقول لا حرج، ولكن يأخذوها بنصف الثمن على حساب من؟ ماذا يفعل الفقير بالتمر أو بالبر أو بالشعير أو بالزبيب؟ ماذا يفعل وعنده أطفال وعنده؟ لذلك يا أيها الإخوة، والله أنا أستغرب الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا. اسمع هذا المقطع، اسمع ماذا يقول. لماذا هذا التشويش؟ ومسألة ما دام الفقهاء اختلفوا فيها، فمنهم من قال بجواز القيمة ومنهم من قال بعينها، فلا إشكال ولا نشوش على المسلمين. من أراد أن يخرج العين فبها ونعمت، ومن أراد أن يخرج القيمة فبها ونعمت. ولكن العاقل الذي يعرف زمانه وأهل زمانه، فقراؤنا اليوم كما نفعل، وسوف أتكلم عن ذلك، عن السلات الغذائية، يريد أن يؤدي زكاة ماله فيتوجه إلى السلات الغذائية. من أجل أي شيء يا أخي الكريم؟ من أجل أي شيء؟ أدي المال، والفقير هو حر في ماله. وأعطي هذا الفقير، أغنوهم عن السؤال، أعطه المال وهو يتصرف فيه. فمن شاء أن يؤدي صدقة الفطر قمحا أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا فبها ونعمت، وإن أراد أن يؤديها قيمة على مذهب السادة الحنفية، وهناك قول عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا ما قال به سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. أين تكمن المشكلة؟ اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.